لقد وثقنا دورنا في الإبداع الفني، وصنعنا بصمة أصبحت أساساً لمدارس الفن التي جاءت بعدنا. وبفضل تلك البصمة صنعنا امتداداً فنياً جديداً فتح أبواب مدارس تحول فيها الخيال إلى لغة عالمية. ومن بعدنا اتسعت آفاق الفن أعمق مما تخيلناه، وصارت رؤانا منارة تلهم المبدعين في كل عصر. وهكذا يكتمل إرث الفن في كانفاس بودكاست، تقدمه مريم الغيث ويعده عبد الله الراشد. مساكم الله بالخير وسعيدين في تواجدنا وتواصلنا معكم مرة أخرى بعد غياب بسيط، ولله الحمد والمنة. وأدعو من رب العالمين الأمن والأمان على ديرتنا الحبيبة الكويت وسائر دول الإسلامية والخليج بشكل عام، اللهم آمين رب العالمين. اليوم راح نستضيف معاكم ومثل ما عودناكم الفنان التشكيلي، زميل وعزيز على كافة الفنانين في الوسط المحلي والخليجي والعالمي، وما شاء الله تبارك الرحمن. نستضيف وياكم اليوم الفنان عبد الله الجيران بيوسف. منورنا. حياكم الله. الله يحييك، سعيدين بتواجدك صراحة. أنا لبي الطلب يعني أكيد. دام أنت أكيد. منك أنت خلاص أكيد. أوكي يعني. جزاك الله خير، ما تقصر بالعكس. الكل الحين حلقة اليوم المستمتعين اليوم مع الجيران إن شاء الله. حياهم الله. أسئلتنا معتادة، بس بين بعض الأسئلة راح ندش شوي بتفاصيل أعمق من الحوارات أو مقابلاتك القديمة نوعا ما، تدري في تطورات. إيه، خذوا راحتكم. متى كانت بداياتك؟ أنا دائما يعني أقول إن الفن ما له بداية. طالما الطفل يمسك الفرشة أو القلم ويشخبط، هذه بدايته الفنية. كنا نلون في المدرسة في حصص التربية الفنية، من خلالها الواحد يقدر يكتشف موهبته أو المدرس يكتشف موهبة الطفل هذا. أنا من الروضة والله، كنت أشتغل بالطين ومع الأبلات اللي كانوا في روضة الدعية وقتها، وبعدين انتقلت إلى المدرسة في ابن سينا، فهم كنت أحب الرسم والرياضة طبعا والموسيقى. ما أدري يعني يمكن كنت إنسان طفل حركي يمكن، واستمريت لين تخرجت من الثانوية والتحقت في كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية، وانقبلت في التخصصين، انقبلت في الموسيقى والرسم. اخترت الأسهل بالنسبة لي، لأن الموسيقى راح أدش بسالفة النوتة، وأنا ما لي في النوتة وكذي هالسوالف، بس الرسم أنا ملم فيه. فمن خلال الرسم في كلية التربية الأساسية، أنا كنت وايد محظوظ في كلية التربية الأساسية. أولا لأن الدكاترة الموجودين كانوا على قدر كبير من الخبرة والحرفية. يعني ما بي أذكر ناس وأنسى ناس، بس كانوا يعني في التصوير اللي هو الرسم، وفي تصميم والزخرفة، وفي فن ومناهج كلها هذه كانوا دكاترة يعني وايد كبار يعني استفدت منهم بشكل كبير. فهذا بالنسبة لي أنا كنت يعني عندي موهبة، وهم صقلوا الموهبة هذه أكثر أكيد، يعني لأن الدكتور أكاديمي ويفهم صحيح. في شغلات يمكن إحنا ما نشوفها. يعني أنا أذكر في اختبار القدرات كان رسم أول شيء طبيعة صامتة يحطونها قدامك وترسمها، وبعدين تصمم في تصميم ديزاين
فكان الديزاين عبارة عن تصميم سجادة طولها 20 سنتي ب10 سنتي. أنا يوم رسمتها 19 في 10 سنتي. سويت لهم السجادة مثنية. هذه مرات يعني بالعكس هذا إبداع. اي يعني حتى وريته حق اذكره الله يذكره بالخير اذا كان حي او توفى الله الدكتور عرفه عصام عرفه. ف قال لي خلاص روح توكل على الله، يعني حتى ما خلاني اقعد يعني قال لي بس انت روح. انت اعطيته التاتش الخاص، قال لي انت مقبول. يعني هو قال لي كذي بدون لا ارجع للجنه وكذي. وكان بعد الدكتور البحيري الله يطول بعمره كان موجود، ويعني كلهم يعني شافوا الشغل واثنوا عليه. يعني الفرق بين ذاك الجيل وهذا الجيل الاجهزه والموبايلات الحديثه، ايام اول لما كانوا يعطون من حيلهم بمنهجية معينة فيها تاتش فني ملموس يدوي فري، ما كانت الأجهزة لها دور أصلا. الحين هذا الجيل لما يدش في المنهج التربوي التعليمي الفني في له اعتماد كلي مع الجهاز، بحيث أنه ممكن ينقل، ممكن يقلد، ممكن فيفقد الهوية الفنية مع نفسه. هذا ملحوظ الحين. بالنسبة حق دخول الأجهزة الفنية في يعني التطور وكذي والشغلات المستقبلية هذه اللي احنا فيها، اللي هو الرسم على الجهاز وكذي. الفنان هذا أو اللي قاعد يرسم على الجهاز إذا ما كان يملك حس فني عمره ما راح يطلع شيء. هذا الجهاز موجود كان كلهم صاروا فنانين. بالضبط. لا اما انت تعطيه حق برنامج ويحوله لك الى ما ادري يسمونهم البرامج هذه اللي هابين فيها. بس احنا يعني من خلال مسيرتنا هذه اللي صارت الحين كلها احنا شغلنا يدوي. ما نعرف حق الجهاز ولا اعرف ارسم على الجهاز ولا شيء. بس الجهاز مو شيء سيء، بالعكس شيء وايد حلو حق اللي يعرف له ويقعد يتعامل وياه بشكل صحيح، وشغل يعطي نتائج وايد حلوه. ما يقلل من قيمته، بالعكس. حتى الافلام اللي احنا نشوفها الحين ساعات اعتمدت ساعات على الكروما وعلى مدري شنو الشغلات هذه كلها اجهزه. ايام اولها اوفر هيد وما ادري شنو كل شيء قبل كانوا يتعبون على الرسم، يسوون رسم يدوي حق الباك جراوند. بالضبط. الحين لا، كروما ويحط لك اللي تبي. الكروما هي اللي الخضراء هذه اللي لون اخضر الباك جراوند، ويحطون عليه الشغلات اللي يبي، فتعطي نتائج وايد حلوه. بالعكس انا مع الجهاز، وهذا درب وهذا درب، كل واحد يبي الفن اللي يبي. في ايامنا احنا لما كنا نرسم في واحد يبي ينحت، صح، في واحد يحب المعادن يبي يلحم ويبي يحرق ويسوي ويذوب. كل واحد حر، لكن اهم شيء في هذا كله هي النتيجه. عطني نتيجه حلوه وان شاء الله راسم بملاس، مو مشكله. المهم انك انت ترسم تعطيني النتيجه، هذه اهم شيء النتيجه انا عندي. صح، بالضبط. صح. عندك عمل ايام اول تتذكره بطفولتك معتز فيه ليومك هذا تذكره؟ والله عمل ماكو، اعمال وايد يعني مميز، بس يعني على طول لما قلت لك هالسؤال تذكره بشكل مباشر. شوفي، احنا في يوم من الايام يعني احنا ما نتكلم عن عمل ان العمل نفسه، نتكلم العمل هذا شنو سوى. حلو. او شنو نتيجته. حلو. مثلا احنا يعني انا ويا استاذ ابراهيم حبيب واستاذ علي بداح تم تكليفنا من قبل الديوان الاميري ان نشتغل في لوحات حق قصر السيف. حلو. فكانت الفكره هي 10 لوحات داخل الديوان، فيها قصة وطن على اليمين، قصة وطن بانوراما كاملة عبارة عن 6 لوحات أو 5 لوحات ماني ذاكر، 5 لوحات هني. هذه مع قصة وطن من بدت الكويت لتحرير الكويت. ممتاز. وقتها. والثانية معركة الرقة.
المعركة البحرية اللي صارت. فهذه من الأعمال اللي اشتركنا فيها. طبعا بالنسبة حق علي بداح كان هو خطاط، فكان فيها خط وفيها كاليغرافي، السوالف اللي هو الزخرفة وكذي كان إبراهيم يشتغل، وأنا بالنسبة لي التلوين ويا بعض الرسومات اللي هي رسم ما لها شغل بالخط ولا الكاليغرافي. فأنا وإبراهيم كنا نلون وننفذ هذا العمل بشكل كبير. اشتغلنا فيه تقريبا ما يقال أكثر من 3-4 أشهر، لأنه كتنفيذ عمل. حجم العمل حجم كل لوحة تقريبا 2 وشيء في 140 كبار، وبالعرض قاعدين، وفي مثل داخل الديوان مال القصر في مثل رواشن. ايوه سقطناهم بالرواشن كلهم. الأعمال هذه جدارية صارت، جدارية كاملة متواصلة كذي، هني وهني معركة الرقة قلنا وقصة وطن. وفي لوحتين كانت فوق مكتب الأمير هم تنفذت، اللي هي كانت آية قرآنية، وفي المدخل مالهم بعد هم لوحة عودة كبيرة هم نفذناها. من الخطة فهذه البادرة جاية من منو؟ هم اختارونا، كنا كلنا نشتغل في بيت لوذان. اوكي. فكان في اعتقد واحد من الشيوخ موجود، وقال ليش ما تنفذون كذي العمل وهذا، واتفقنا وياه وسوينا الموضوع. يعني كان في اخذ وعطاء مع المسؤولين مع الجهات. اي طبعا هم يختاروننا حتى في القرش، هذا السمك القرش اللي طالع من الطوفة هذا اللي في المركز العلمي. هذا هم يانا تكليف من الله يرحمه مجبل المطوع ابو عبد الله، وقالوا لنا تعالوا ونفذوا وسوينا التصميم. كنت انا وابراهيم وعنبر وليد. اي فعنبر كان عنده باك جراوند عن الشغلات المسرحيه والنحت الفلين وهذا، فاستفدنا منه طبعا. استاذ عنبر بعد غير هذا هو فنان كبير يعني. فاشتغلنا في هذا وسويناه يعني بشكل، حتى كانوا يقولوا لنا انه راح يتم يعني بنخليه فتره ونشيله. لا ظل لا يوم تشوف موجود بس عشان المكاسر ما يبون يدفعون وايد. قالوا لنا احنا مو محتاجين. لا بالعكس ما شاء الله ممتاز وبشكل حرفي وبروفيشنال ترى يعني. اي والله اشتغلنا فيه. حتى انا اذكر يعني لما ابو عبد الله قال الله يرحمه مجبل المطوع قال لازم يجيكم واحد امريكي يشتغل هناك يغوص ويا اليرايير وكذي. كان يقول لازم هو اللي يشوف اذا في شيء ولا ما في شيء، يعني عدل ولا مو عدل. والله يانا كنت انا موجود، لا ابراهيم ولا عنبر. فياني كان اقول له ها ايش رايك، عسى بس يعني اوكي. كان يقول هذا ذا بيجست، اكبر يريور شفته بحياتي، اي لايك ات مدري شنو كذي، ويا سلم علي اعطاك دفعه يعني. شوفي هذيلا يقدر المجهود يعني. انت يدري انك انت قاعد تكرف هني بهالفلين والحك والصبر حاله ولويا. حتى عفسناهم هناك بالمركز، سوينا لنا الورك شوب سويناه هناك يعني. شفتها يعني مو سويناه برا ويبناه، لا لايف اثناء اي نحتناه هناك، حطينا بلوكات فلين كذي ونحتناه، وعقب عاد اعطيناه جيتروف وكذي السوالف هذه الحمايه وتنفذ. يعني هذه من الاعمال الجماعيه الحلوه اللي اذكرها وايد. وطبعا لما حصلت على جائزه الدوله، هذا العمل طبعا كان عمل سابق عصره الصراحه. يعني انا تنبأت بشغله وسويتها، والحمد لله حصل على جائزه الدوله. اذكر لما دق علي بساره المهندس علي اليوحة، وقال لي يعني بارك لي وكذي، وقال لي حتى انا كنت وقتها برا الكويت وقدمت حجزي علشان الحق على تقديم الجائزه هذه او الحفله مالت الجائزه هذه. فهذيلا يعني مو العمل، الحدث اللي صار ويا العمل صح. الا الاعمال الباقي كلهم حاصلين على جوائز. يعني ما انا كل ما اشترك صحيح اخذ لي يا القرين يا الربيع. طبعا لكل مجتهد نصيب. ايش رايك بهذه الاحداث اللي اثرت وعطت بصمه لحياه كل الفنانين اثناء؟ وينها عن هذه الفتره الحين؟
في جاب. اي شوفي ترى خلنا اقول لك معلومه. مثلا اي عمل ياخذ جائزه، يعني مثلا انا اخذت جائزه اليوم، لو كانت اللجنه غير اللجنه اللي موجوده ممكن انا ما اخذ الجائزه، ممكن احد ثاني ياخذ جائزه، لان الاعمال بالنهايه يجر هوى المحكم. يعني المحكم دائما يرسم تجريد اكيد بيميل حق المدرسه اللي يتابعها. صح. يتبعها. نفس الشيء ترى الحين احنا لما يكون المسؤول مو من يعني مسؤول عن الفن بس هو مو ماله بالفن، مثلا يكون مسرحي اكثر او ادبي مثلا. ادبي اي ما راح ينظر لك، راح ينظر للقصه طبعا. اي تهمه، لانه متخصص في هذه الامور. إيه؟ مثلا اعلامي مال التلفزيون راح يروح حق التلفزيون. شنو يعني بالنسبه له ينظر للفن التشكيلي انه وبعدين يعني رسمه وهذا. اي المشكله يشوفها لوحه محطوطه على جدار فقط، هذا اللي يشوفه، ما يدري شلون طلعت هذه اللوحه ولا يعرف اساس الموضوع شنو. طبعا لان المشكله انه ما يدرون ان وايد يعني احنا مثلا لا رحنا فرنسا رحنا بندش اللوفر مثلا، نشوف صف طويل عريض واقفين ناس ايش كثرهم علشان يدشون المتحف. المتحف شنو داخل المتحف؟ لا في مطرب ولا في لاعب كرة ولا في اي شيء، في لوحات معلقة على الاطواف واعمال فنية. تشوفين ان الاعمال الفنية هذه تاخذ الناس دبكة داخل ويشوفون اللوحات ويصورون وكذي. هذا الشيء دليل على ثقافة المجتمع. احنا للأسف احنا لو نسوي معرض، المعرض اول يوم زحمة صح. وناس وعالم، مالك محل تمشي، حتى انا صح. ساعات اقعد برا ما صح. ينادوني يقول تعال لا زحمة صحيح. باكر الفنان ويا لوحته يكش ذبان فاضي، ماكو احد، القاعة فاضية ولا اكو احد، ما حد يدري عنك. واللوفر صار له سنين موجود والناس زحمة عليه. هذا الفرق، فرق الثقافة. ان اللي ما يهتم في ثقافة الفن داش في كل مكان، هم ما يدرون. المسرحي بدون فنان ومهندس ديكور، فنان تشكيلي يرسم يلون يسوي، ما راح يطلع في مسرح، راح صحيح. يوقف كأنه ستاند اب كوميدي هذا صحيح. يوقف ويتكلم. صحيح. تدري ليش؟ سالفة كش ذبان طبعا أساس مبدأنا إحنا في التربية مع المناهج التربوية الخاصة للمرحلة الأولى من الابتدائي، هذه مفقودة. أوكي نعطيهم رسم، نعطيهم ألوان وينفسون يعني ويعطون مجال تنفيذ فني، لكن مو بشكل جذري. يعني هو بس ترى منهج رسم خلصنا، ما عنده أولوية في إنه هو يفهم المنهج صحيح. فنون جميلة ما في، هو في شيء ثاني بعد، مدارس هذا في شيء ثاني ما في الطنتيل انت، في شيء ثاني وهو هو رسم وياخذها مدرس العربي بعد عقب اخر شيء يكمل منهجه، لانه مو مدرس عدل. يعني حتى الرسم خلينا شيء ثانوي. مع انه لو تلاحظين تشوفين الافلام القديمه والافلام اللي فيها الامراء وكذي، تلقين عيالهم يجيهم مدرس رسم وتجيهم مدرسة موسيقى أو مدرس موسيقى، بيانو، بيانو ورسم كمان. لازم الرسم مو علشان اللوحة، الرسم يخلق إنسان، يهذب النفس، يسوي وايد شغلات الرسم. بس للأسف أنت لما مثل ما قلت مرة ثانية، أن لما يكون القائم على الفن التشكيلي في البلد أو في الوطن العربي ما يهم الرسم، ما يكون هو فنان من داخل أو مو متذوق للفن، فراح تشوفين الفن شيء هامشي. وأنا أذكرك بشغلة، شوفي ساعات مرة قالوا استديو الفنون أو النجوم، أذكرها، كان برنامج يقدمه سيم من المذيعين، كان يستضيف المفروض نجوم وفنانين.
استضافوا الممثلين واستضافوا المطربين وكتاب الأغنية والملحنين ولاعب الكرة. الفنان التشكيلي مو موجود. الفنان التشكيلي مو في السبوت، مو قاعد في نقطة الضوء بالنسبة حق الإعلام بشكل عام. أنا كنت أسولف وياهم سنة من السنين، مستضيفيني قناة من القنوات، سألوني هالسؤال، كان أقول لهم الفنان التشكيلي مو موجود، خارج الحسبة. كان تقول لي شلون؟ بالعكس. قلت لها أنا جيت هني عرفت بنفسي، أنتم ما تدرون من اللي داش عليكم، مع أن أنا حاصل على جوائز أكثر من اللي حصل عليها مثلا لاعب كرة. أنا ماخذ جائزة عالمية، ماخذ جائزة مدري شنو، ماخذ جائزة الدولة، ماخذ جائزة ما حد يعرفني. صحيح. سنة من السنين أنا كنت في قطر، دقوا علي واخذت الجائزة في المعرض من يعني 10 فنانين ماخذين جوائز بالمعرض، أنا الوحيد اللي من الكويت أخذ جائزة. يطري علي في قطر استضافة وودوني قاعة التشريفات وشايل جائزتي. لا الحين أنا رايح مغادر، وركبوني الطيارة وصحافة. والله وايد يعني وايد أنا حسيت يعني أنا أبسط من كذي بكثير يعني لكن وايد. جيت هني الكويت، حطيت جائزتي بالعربانة هذه ودزيتها ونطرت جناطي وطلعت. واحد من ربعي ينطرني. بالمقابل صح، مطرب طلع من ستار أكاديمي أو شيء مو فايز، ما فاز، انغلب. شوف المطار شلون زحمة وناطرينه ويصفقون وهذا. صحيح. هذا خلاص أنت الحين في السبوت نقطة الضوء. يعني ببين لك شغلة ثانية، لو أجيب أي إنسان نكرة ما حد يعرفه وحطه بالإعلانات اللي بالشوارع اللي على البحر وطلع بالتلفزيون كل يوم، شو يقول السلام عليكم بس، ما يقول شيء. صدقين هذا لو يمشي بأحد المجمعات التجارية صح، كل المجمع يصور وياه. صحيح. وما عارفين ايش وما يدرون شو السالفة وما يدرون منه هو. هذه المشكلة يعني. بس كذي يعني. على كلامك وعلى ما تم، وهذا الحدث ترى صار معي شخصيا. أنا كنت فائزة في أحد الجوائز الخاصة في مجوهرات مجمع الذهب العالمي، وبنفس الوقت كان جاي معاي شخص مغني في أحد البرامج الموسيقية في ذيك السنين، وكان له صيت. استضافوه إعلاميا أكثر مني أنا طبعا، مع أني أنا كنت جايبة الجائزة. وهذاك مغلوط رادي لأنه ما في واحد فاهم. فسألوني هذا السؤال، إيش رايك في هذا الحدث الإعلامي؟ أنا صراحة انحرجت ما عندي إجابة. المهم، فإحنا الحين معناته على كلامك إن إحنا في تراجع في المستوى الفنون التشكيلية. لا هو مو تراجع عيل، لا الفنانين قاعد يشتغلون. لا أنا أقصد أتكلم عن الساحة. أنت تبين إداريا والساحة. حلو. إداريا هو مو تراجع، هو مثل ما قلت لك المحكم اللي يعطيني جائزة ويعطي غيري أو يسحب من الجائزة ويعطيها حق غيري. هو المسؤول نفسه. لو المسؤول ما يبي ما له مزاج في الفن التشكيلي، يركن الفن التشكيلي لحد ما يجي مسؤول يحب الفن التشكيلي فيعطي جل اهتمامه أو هذا للفن التشكيلي. أنا أذكرك في مرحلة في تلفزيون الكويت لما كان الشيخ يابر العلي كان وزير الإعلام، كانت من أبدع حقبة في تلفزيون الكويت، مع أن احنا كنا صغار ما ندري، بس شفنا الناتج شفناه عقب. شنو كان ياب كل مطربين العرب يابهم يغنون حق الكويت، أم كلثوم، عبد الحليم، فريد، فيروز، محمد عبد الوهاب، كلهم غنوا حق الكويت. ما في الانتاج التلفزيوني تشوفينه وايد قوي، كل شيء مرحلة. حتى صحيح. لو تلاحظين الله يرحمهم اللي راحوا واللي كانوا والحين موجودين، من الممثلين
يا ابو عدنان الله يرحمه، استاذ سعد الفري الله يطول بعمره، محمد يابر، كلهم يثنون على هذه المرحله، لان كان المسؤول فنان يحب الفن. صحيح. فخلاص تروح فوق. صح. اذا ما كان هذا موجود للاسف خلاص انتهى. يعني انت الحين لما انا احط لك احد المسؤولين عن الفن في المعرض كان يقول يعني ايش دعوه اسعار لوحاتكم على 800 و1000 وهذا. انا رحت ذكر محل يقول انا شفت اللوحات هناك ب20 دينار. صح. كانتين هذا هذا شلون ترد عليه؟ شو تقول له؟ دليل. والمشكله ان اغلبهم جايين بباراشوت، يعني ما تطور بالمجلس او لا في لا مكان ما تدرج ما وظيفي، اخذ تدرج وظيفي، يعني الباراشوت قاعد يقول هالكلام عادي. هذا الاحباط واحنا بعد ندفع الثمن. يعني شو نسوي بعد؟ احنا فنانين تشكيليين غصبا علينا. احنا كان عندنا موقع يلم ويشيل ويشمل كل الفنانين الرواد بالدرجه الاولى. نعم. وللاسف هذه الاماكن الحين قاعده تضمحل والاسباب مجهوله، احنا ما ندري ايش اللي قاعد يصير اصلا. المواقع يعني المرسم الحر مثلا. المرسم الحر يعني احنا كانوا يقولوا لنا انه آيل للسقوط. احنا يعني نخلص دواماتنا او بعد الغداء او كذي نروح المرسم الحر نزاول نشاط الرسم. قالوا لنا انه آيل للسقوط. اوكي هم ابخص. بس الملاحظه ان في موظفين يداومون الصبح. ما آيل للسقوط بس بالليل. ايه. صباحا لا ما شاء الله قائم. ما ادري انا، يعني انا ما عندي علم يعني، بس هذا الكلام اللي ينقال لنا، او انه يبي له تجديد او يبون يسوونه، وبالاخير نشوف ان الرسم الركن مثل ما قلنا، وراح الموضوع حق برنامج بعد الافطار او شيء. والحين مساء الخير اعتقد يقدمون بعد من هناك. هو مكان حلو اكيد طبعا، مطمع حق اي كاستديو خالص. يعني تعال مثل على طول. حلو اوكي بس مع العلم ترى الاماكن الله يرحمها حياة الفهد كنا مثلت مسلسل هناك. اي بس الاماكن التراثيه اللي مثل هذه متوفره وايد عندنا احنا بالكويت. يعني ايش معنى هذا المصب؟ هم ما يدرون ان الفنان التشكيلي، شوفي في كل، يعني انا رحت جمعيه الشارجه عباره عن بيت تراثي بالفعل حلو. نشوف البحرين نفس الشيء، بيت فيه لواوين وكذي. نشوف مصر القصور الفنيه بالضبط كلها عباره عن قصور قديمه. صحيح. وهذا يقعدون فيها الفنانين. متعه النظر الفنان اصلا لا هو لا، لانهم يبون يضربون عصفورين بحجر. انه يكون مزار. يعني مثل بيت لوذان. بيت لوذان كان يمثل حقبه زمنيه في الكويت. اللواوين. ايوه. يعني مو بيوت الطين، دشينا بمرحله ثانيه الحين. اللواوين وهذا. وكانت الله يذكرها بالخير الشيخه امل صباح السالم هي اللي ماسكه البيت. ويعني رفعت البيت فوق لدرجه انه صار محطوط على الجدول الزيارات. أيوة. الدبلوماسيه او شيء يجون يزورونا. ممتاز. فكانوا يجونا. تخيل يعني بيت من كان مدرسه او شيء، كان هو اساسا بيت صباح السالم، الامير صباح السالم الله يرحمه. وبعدين صار مزار. والناس تجي وتروح وعالم رايحه راده. ومن خلال هذا المكان كنا نعطي دورات ونسوي ايفنتات ثقافيه وكذي. كان شيء جميل رائع. وين بيت لوذان الحين؟ للاسف راح. احنا على وشك ان احنا نختم الحلقه، وقال الصراحه الحكي وياك ما ينمل. تبي الصدق نعطيك فتره تعبر لنا عن اللوحه اللي وراك. اي هذه اللوحه يعني باختصار هي للاسف ان آلة الحرب والدمار اللي قاعد يصير في العالم عموما، المسؤول عنه الانسان. انسان يقتل انسان. صحيح. انسان يضر انسان.
انسان يطير صاروخ على انسان وهذه الشغله للاسف هذيل البشر اللي الله كرمهم بالعقل. في المقابل نشوف ان المستغرب من الموضوع هو الكلب والقطو اللي بينهم عداء دائم. صحيح. صايرين ربع هني. أي. يعني الانسان ما تعلم، واللي هو اللي يملك العقل، الله حباب بنعمة العقل. وبالنسبة حق الحيوانات هذيلا تصافوا وكانوا قاعدين يم بعض وما بينهم شيء. فهذه يعني اسقاط كبير يعني واضح. كفكرة يعني ويت بوقتها. هذه قديمة. هذه قديمة ترى. قبل 6 سنين. 2020. 2020 هذه. وشوف يت وقت سبحان الله. وهذه اللوحة بعد الثانية نفس الشيء، هذه تتكلم عن الطفولة والحرمان من الفرح والبهجة لما تشوفين الفقارة من الناس خاصة الأطفال. طبعا هذيل اللوحتين كانوا مشاركين في بينالي بنغلاديش، والحمد لله يعني حازوا على إعجاب الكثير هناك ونزلوا في الكتيب مال البينالي. يعني لوحة تتكلم عن رؤية مأساة عالمية يعني بالنسبة حق الطفولة وبالنسبة حق الحروب اللي موجودة. فهمت عليك. وبالعكس أنت وصلت الرسالة، كفيتها ووفيتها صراحة، واللي يفهمها بالدرجة الأولى جميع الفنانين على فكرة. لكن في ناس اللي مثل ما قلت لك ما يفهموا اللوحة، لازم تشرح علشان يستوعب. اللوحة هي لغة عالمية، والكل يستوعبها إن شاء الله يعني. بإذن الله. حتى لو يستوعبها غلط استوعبها بمنظوره. بالضبط. جزاك الله خير، وأنا جدا سعيدة باستضافتك في هذه الحلقة، ولنا حديثك صراحة ما ينمل، ومسطرة طويلة، وأنا حتى أسئلتي صراحة ما خلصتها. فإن شاء الله تصير عندنا حلقات زيادة ونستضيفك فيها كجزء ثاني إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. سعيدة وجودك، الله يحفظك. جزاك الله خير. سعيدين صراحة بتواجدكم مرة ثانية، وإن شاء الله لنا ضيف آخر عن قريب. شكرا.